بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم فاطمة الزهراء، أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية التبول في المنام. هنعرف أهم التفسيرات المتعلقة برؤية التبول. كمان هنشوف إمتى بتكون رؤيته محمودة وإمتى بتكون رؤيته غير محمودة. أولا، رؤية التبول بشكل عام من الرموز اللي بتدل أحيانا على مشكلة ولكن هتنتهي بسرعة. كمان التبول لما يشوف الشخص انه خلاص قضى حاجته، فمن الرؤى اللي بتدل على خلاصه من ضيقة كان بيمر بيها. كمان التبول من الرموز اللي بتدل على خلاص الشخص من حزن او من هم، وبشارة ليه بقدوم فرحة وبقدوم خير وبقدوم سعادة. رؤية البول كمان في المنام من الرموز اللي احيانا بتدل على قدوم خير للرائي وبركة في الفترة القادمة في حياته. البول كمان من الرموز اللي بتدل على حصول الشخص على أموال. برضو من الرموز لما يشوف الشخص البول، فبشارة ليه بخلاصه من ديون كان بيعاني منها، أو كان أزمة مالية كان بيعاني منها، فبتكون بشارة بانتهائها. كمان البول بيكون بشارة بتغييرات إيجابية هتحصل في حياة الشخص في الفترة المقبلة. لما يشوف الرائي شخص ما يعرفوش بيتبول في المنام، أحيانا بيدل على وجود شخص بيحقد على الرائي. البول كمان من الرموز اللي بتبشر بقرب الزواج وقرب الارتباط للفتاة العزباء. كمان لو بتعاني من مشاكل أو من هموم، سواء المشاكل دي خاصة بالعمل أو خاصة يعني مشاكل عائلية، فمن الرؤى اللي بتدل على انتهائها. كمان التبول من الرموز اللي بتدل على خلاص الرائي من ذنوب ومن معاصي، وبشارة ليه بقربه أكتر أو زيادة قربه من الله سبحانه وتعالى. البول كمان بشارة بخلاصه من شيء كان عامله قلق أو عامله توتر. كمان البول من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى التفوق. لما يشوف الشخص ان في طفل صغير كان بيتبول، فبرضو من الرموز اللي بتدل على خلاص الرائي من أزمة صحية لو كان هو مريض. البول كمان من الرموز اللي بتبشر بالحمل لو شافته امرأة متزوجة. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف التبول من الرموز اللي بتدل على خلافات أو على مشاكل، ولكن هتنتهي بسرعة. البول كمان خلاص من مشاكل وتغييرات إيجابية هتحصل في حياتها في الفترة المقبلة. أحيانا رؤية البول في المنام من الرموز اللي بتدل على السفر وعلى بداية حياة جديدة هتكون الحياة دي فيها، أو الفترة دي هتكون هادية، هيكون فيها استقرار، هيكون فيها هدوء. كمان البول في المنام أو رؤية البول في المنام برضو من الرموز اللي بتبشر بسعادة وباستقرار وبرزق. كمان ممكن يدل على لما يشوف الشخص البول أحيانا بيدل على حصوله على ميراث. كمان خلاصه من ألم أو من تعب كان بيمر بيه، وكمان بيكون بشارة ليه بسعادة وبراحة. الشاب الغير متزوج أو الرجل الغير متزوج لما يشوف ان هو بيتبول، فبيكون أحيانا بشارة بزواجه من فتاة على خلق وعلى دين. مشاهدة البول كمان من الرموز اللي بتدل على وجود شخص بيحاول يأذيه أو يحاول يسبب له في ضرر، فعليه انه يحذر. البول كمان للرجل المتزوج أحيانا بيدل على تعرضه لحسد ولسحر، فعليه ان هو يتقرب لله سبحانه وتعالى أكتر. البول كمان للشخص الغير ملتزم أو الشخص اللي بيرتكب ذنوب أو معاصي أحيانا بتدل برضو على مغفرة وعلى تقربه لله سبحانه وتعالى في الفترة المقبلة.
الشخص اللي التاجر أو الشخص المستثمر اللي بيمتلك عمل تجاري، فمن الرؤى اللي بتبشره بتحقيق أرباح وبتحقيق مكاسب، كمان بدخوله مشروع جديد أو عمل جديد، والعمل ده هيعود عليه بالمنفعة سواء بخبرة أو برزق. كمان لما يشوف الرائي، لما يشوف طفلة صغيرة بتتبول في المنام، فمن الرموز اللي بتدل على خلاص الشخص من خوف أو من قلق كان بيمر بيه، وبشارة بابتعاده عن مشاعر سلبية كان بيمر بيها في الفترة دي. وكمان بيكون بشارة ليه بالراحة وبالسكينة. البول كمان للشخص اللي بيعاني من مشاكل صحية، اما يشوف انه بيقضي حاجته بسهولة فده بشارة بالشفاء. لما يشوف الشخص ان هو بيتبول في المنام، ويشوف انه بيتبول بصعوبة، فمن الرموز اللي بتدل على مشاكل وعلى صعوبة في حياته بشكل عام، ولكن هيقدر انه يتخلص منها في الفترة القادمة. البول كمان للمرأة بشكل عام من الرموز اللي بتدل على سعادة وعلى سكينة وعلى استقرار وعلى رزق وعلى ذرية وعلى زواج لو كانت غير متزوجة. رؤية الشخص انه بيتبول كمان من الرموز اللي بتدل على حصوله على ترقية لو كان هو بيعمل، وبيكون بشارة ليه بحصوله على مزيد من الأموال. لو كان شخص عاطل وشاف ان هو بيتبول وكان بيسعى العمل، فبرضه من الرموز اللي بتدل على حصوله على فرصة عمل جديدة. كمان البول على الملابس، لما يشوف الشخص انه بيتبول على الملابس فدي بشارة ليه بكثرة الأموال وحصوله على مال في الفترة المقبلة. لما يشوف الشخص انه غسل البول من على الملابس دي، فمن الرموز اللي بتدل على خلاصه من علاقات كانت علاقات مسببة ليه مشاكل أو مسببة ليه هموم أو كانت مأثرة على حياته بالسلب. وكمان بيكون بشارة ليه بحصوله على راحة وعلى سكينة. ده كده باختصار أهم التفسيرات المتعلقة برؤية التبول في المنام. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.